السلام عليكم. صادق منذ قليل مجلس الأمة على قانون أو نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومتحفظا على المادة الثالثة عشر من هذا القانون الذي وصل إلى الغرفة العليا من البرلمان مرا بالغرفة السفلى منذ أيام فقط، والتي مررته بالأغلبية تعقريب كامل برخصها شوية. التحفظ يتعلق بالمواد 1 5 7 9 10 15 16 17 18 20 21 25 و 26، بما أن لجنة الدفاع الوطني بالمجلس طالبت بإعادة ضبطها وترتيبها من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وتكريس فعالياته القانونية والمؤسساتية. وفي تعقيب لوزير المجاهدين أكد أن هذا القانون يعبر عن الإرادة الشعبية ويكرس قناعة عميقة لدى الشعب الجزائري بأن الذاكرة الوطنية لا تقبل المساومة ولا التجزئة. فما رأيكم أنتم؟ سلام.